بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أفتى المراجع العظام دام ظلهم الشريف بسقوط وجوب الصوم في شهر رمضان القادم بسبب وباء كورونا؟ الجواب كلا. نعم، الصوم لا يجب على من كان مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بل لو صام فصومه باطل وبالتالي عليه أن يقضي. ولكن من هو المريض؟ المريض هو الذي إما أن الصوم يحدث له مرضا فيصبح مريضا بسبب الصوم، أو إذا كان الصوم يزيد في مرضه أو يؤخر الشفاء. إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على مرض كورونا الذي هو مرض لا شك أنه فيه ضرر، بل فيه أحيانا خطر على الإنسان. أولا، بالنسبة إلى من أصيب بهذا المرض فنسأل الله عز وجل له الشفاء. فإن كان الصوم يزيد في مرضه أو يؤخر الشفاء، في هذه الحالة نقول يجوز لك أن تفطر، بل يجب عليك أن تفطر وتقضي في أيام أخرى إن شاء الله. وأما الذي هو ليس مصابا بمرض كورونا ولكن يعيش في بيئة ملوثة بحيث أنه هو في معرض الإصابة، والصوم يجعله في معرض أن يصاب بمرض كورونا، كما الآن يقول الأطباء بأنه إذا كانت البيئة ملوثة بمرض كورونا وكان الفم جافا، الحلق جافا، فعليه أن يتناول كمية قليلة من الماء من أجل أن ينزل الفيروس من الحلق أو من الفم أو من الحنجرة إلى المعدة فتقضي عليه. هذه توصية الأطباء. وبالتالي إذا حصل لنا الخوف، يعني إذا حصل لشخص يعيش في هذه البيئة، يعني في بيئة معرض أن يصاب بكورونا كالأطباء والممرضات الذي يتواجد على كل حال في هذه البيئة، إذا كان يحصل له الخوف من كلام الأطباء، طبعا الخوف الذي يحصل لابد أن يكون من منشأ عقلائي، يعني من كلام أطباء، بحيث أنه يحصل عنده احتمال، هذا الاحتمال معتد به عند العقلاء، يعتني به العقلاء، يبني عليه العقلاء. إذا حصل له الخوف من كلام الأطباء وأهل الاختصاص ويعيش في هذه البيئة ولا يمكنه أن يستعمل أي وسيلة للوقاية، إما ألبسة وقائية أو مثلا يستعمل كمامات، يستعمل كما الآن يقول بعض الأطباء ممكن أن يستعمل ما يسمى بالعلك الذي لا تتفتت أجزاؤه في الحلق وتضر بالصوم. إذا كان بإمكانه أن يستعمل أي وسيلة من أجل أن يتوقى، فهنا نقول له أيضا لا يجوز لك أن تفطر ولو أنك تعيش في هذه البيئة الملوثة وتكون في معرض الإصابة بوباء كورونا. كذلك أيضا إذا كان بإمكانك أن لا تذهب إلى تلك البيئة، كما لو لست مكلفا، لا يوجد عليك تكليف شرعي أن تذهب إلى هناك كالأطباء الآن والممرضين والممرضات والذي يعمل في هذا الإطار، لست مكلفا أن تذهب إلى تلك البيئة، أو مثلا يمكنك أن تترك مكان العمل وأن تحافظ على صومك، تبقى في البيت مثلا، تبقى في مكان آمن، فأيضا هنا نقول لك اترك العمل وتجلس في مكان آمن حتى لا تترك الصوم. هذا هو التكليف الشرعي. ولكن إذا كان لا يمكنه أن يترك البيئة أو المكان، مكان العمل الذي يجعله في معرض الإصابة بمرض كورونا، وأيضا في نفس الوقت لا يمكنه أن يتوقى من ذلك، في هذه الحالة نقول له يجوز لك أن تفطر ما دام أنه لا يمكن أن تتجنب هذا المرض إلا من خلال تناول كمية من الماء من أجل تواجه هذا المرض ومن أجل الوقاية منه. نعم، حسب رأي بعض المراجع في هذه الحالة أيضا عليه ولو على الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة، يعني إذا كان يعني لا يمكنه أن يتوقع إلا بكميات من الماء يقتصر على هذه الكميات، فهذا طبعا من باب الاحتياط بحسب رأي المراجع العظام. مرة أخرى أريد أن أؤكد بأن هذه قضية المرض قضية شخصية، التكليف العام هو وجوب الصوم، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.